فين مشات فلوس الحوز؟ 1.9 تريليون سنتيم اللي جمعنا. اين ذهبت يا ترى؟ من بعد ما طرا الزلزال ديال الحوز، الدوله المغربيه دارت واحد الحساب ديال التبرعات اللي سماتو الحساب 126، جمعات فيه 19 مليار ديال الدرهم. الملك محمد السادس ساهم بمليار ديال الدرهم، لو سي بي ساهمات بمليار ديال الدرهم، البنوك مليار ديال الدرهم، والشركات والمؤسسات والمواطنين كل شيء ساهم، حتى وصلناها ل 19 مليار ديال الدرهم. قالوا ما كافياش وما دايره والو. شحال خاصه 120 مليار ديال الدرهم. 120 مليار ديال الدرهم. 20 غش 2023 الديوان الملكي غادي يعلن على برنامج اعاده الاعمار الكبير بميزانيه 120 مليار ديال الدرهم في 5 سنين، 5 سنوات. 22 مليار غادا تمشي للبني وغتمشي للمساعدات العاجله باش الناس يسكنوا، و98 مليار ديال الدرهم غادا تمشي لاعاده تهيئه واعمار المنطقه ككل. ظرف 5 سنين فك العزله، الطرقان، المدارس، السبيطارات، اقتصاد محلي، بنادم بريكولي. هذا البروغرام تعلن في جلسه ترأسها الملك محمد السادس في البالي رويال بالاشراف ديال الملك، والتنفيذ غادا ديروا الحكومه. هذا البرنامج باش نعرفوا واش نجح ولا ما نجحش خاصنا نتسناو تدوز 5 سنين. 120 مليار ديال الدرهم الدوله ما عندهاش، ومنين غادا تجيبها؟ الحساب 126 جمعنا فيه 19 مليار ديال الدرهم. الاتحاد الاوروبي الله يجازيه بخير عطانا عشرات المليار ديال الدرهم. بنك اوروبا غادي يسلفنا عشرات المليار ديال الدرهم تردوا عليه. والشيء الاخر اللي باقي بيناتنا الميزانيه العامه، الجماعات الترابيه، المهم ندبروا عليه. العدد ديال الديور اللي رابوا هو 60,000 مسكن تهدم جزئيا ولا كليا. انا بالحساب ديال الشارفات شنو درت؟ قلنا سيدي باش تبني دار ظرف عام ولا عامين 30-40 مليون كافيه باش تبني دار من الزيرو فروم سكراتش. دونك باش كاع الاسر يكونوا حاليا يكونوا جميع الاسر من الطرف يكونوا دابا ساكنين في ديورهم، كان خاص غير 21 مليار ديال الدرهم. السؤال هو علاش مازال لحد الان باقا الناس كتسكن في القياطن؟ واه دا عليا الشيطان يكمن في التفاصيل. وانت شنو بالك؟